يدور على نفس. وبنعرف ان في الجزء الاولاني ان نفس هربت من الشباك بعد ما كانت مستخبيه عند طاهر، واتهمت طاهر ان هو اللي بلغ في البيت وهربت. وطاهر بعد ما بيلاقيهاش موجوده في البيت بينزل يدور عليها، بس بيمنعه مصطفى هو وامه وبيقولوا له انت مش هتمشي من هنا. بس آسيا بتنفعل وبتقول له اتحرك يا طاهر علشان خاطر الراجل دوت ممكن يقتلها. بس مصطفى اخوه بيمسكه وبيضرب فيه وبيقول له الراجل بيجري ورا مراته، انت مالك؟ رد عليه طاهر الرجاله ديت مسلحين وممكن يعملوا فيها اي حاجه، وبيجروا ورا واحده مسكينه، عايزني ازاي اسيبها؟ بس مصطفى فضل يكمل فيه ضرب وقال له انت مالك بيها؟ انت حاطط عينك عليها، دي ست متجوزه، انت مالك؟ وفضل يضرب فيه. بس طاهر قال له مالكش دعوه وخد بعضه وجري. وبتظهر نفس وهي بتجري في الغابات هي وابنها فيت، وهي بتجري ابنها بيقول لها تعالي نرجع وخلاص، انا خايف ممكن لما نرجع ما يعملناش حاجه. تقول له لا هو ممكن يأذينا، بس بتحاول ان هي تطمنه. وبيقابلها طاهر وبيقول لها تعالي نجري من الاتجاه ده. ونفس بتقول له انا اسفه كنت مفكراك ان انت اللي بلغت. راح قال لها صعب الواحد يفهم للستات، انا مش قلت لك قبل كده ما تقارنيش ما بيني وما بين التافه ده؟ وبيشيل غيط وبيجري هو ونفس علشان خاطر يهربوا من فيدات، وبيحاصروه رجاله فيدات وما بيبقاش فيه مخرج، وبيبقى ظهره على البحر وما بيعرفش يهرب من رجاله فيدات. ورجاله فيدات بيرفعوا عليه المسدسات، بس بيجولوا اخواته وبيقولوا له هو مش لوحده، احنا كلنا معاه. ومصطفى بيقول لطاهر اديله مراته وابنه عشان دولت كتير وهيدفنونا في ارضنا لو ما خدش مراته وابنه. ورد عليه طاهر وقال له انا ما بقاش راجل لو انا سلمته نفس ونحو يرجع يضرب في المسكينه هي وابنها. بس بيرد عليه فداء ويقول له وانا مش هضربهم. ورد عليه طاهر بطريقه صدقتك انا كده. ونفس بتقول له اخوك عنده حق، سلمنا ليه وخلاص. قال لها انا مش هسلمك ليه، وبص لها وقال لها تثقي فيا؟ قالت له اه. راح مسك ايديها ونط وجرى عالي ونزلوا على البحر. انا ما اعرفش هو عملها ازاي بس عملها، واصطدم كل اللي كان موجود. بس اخواته ماتوا من الرعب عليه وراحوا يدوروا عليه، وفدات والرجاله راحوا يدوروا على نفس. وفي نفس الوقت طاهر لما نزل البحر فلتت من ايديه نفس وطلع غيط على الشط ونزل يدور على نفس، وبعد تدوير عليها انقذها بسرعه وطلعها على الشط. وطاهر عرف يستخبى هو ونفس، وكانوا اخواته قلبين الدنيا عليه بس شافوه مستخبي، فقرروا ان تقوم خناقه ما بينهم وما بين رجاله فيدات علشان يدوا فرصه لطاهر ونفس ان هم يهربوا. وبعتوا جزمه هيت حدفوها بعيد علشان خاطر يعكسوا الطريق اللي هم مشوا فيه نفس وطاهر. وطاهر بياخد نفس عند عم داوود في المطعم وبيغيروا لها هدومها. ونروح لفيدات، وفيدات بيتصل بإيشن بنت عمه وبيحكي لها على اللي حصل من طاهر وازاي نط من فوق الجبل على البحر. وبتفكر إيشن في مصيبه ان هي تعملها في عيله كليلي عيله طاهر، وبتطلب من المحامي اللي عندها يحضر لها كل الاوراق اللي تخصهم ويبحث عنهم ويشوف اذا كان عليهم قروض او عليهم اي حاجه تخص الشغل. وبتاكد له على مصطفى ان هو يبحث عنه كويس، وبيبان ان هي معجبه بمصطفى. وبتظهر آسيا وهي ماسكه بندقيه ورايحه تدور على مصطفى، واول ما بيشوفها مصطفى بيقول لها يا ويلي يا ويلي يا آسيا يا ويلي. راح يرد عليه ليش يا مصطفى ليش، وبياخدها وبيروح ما شاء الله عليه. ونروح لطاهر ونفس، وعم داوود ركبهم في عربيه وخدهم ووصلهم عند عم عثمان. وعم عثمان بيغير لها على ايديها وبيلاقي ان ايديها صعبه قوي وشكلها ورم جامد. فطاهر بيقول لها بيوجعوكي قوي، فافتكرت فداد واللي كان بيعمله فيها، كان بيضربها بالحزام وبيغطسها في الميه وكان بيكتفها ويحط لها روج غصب عنها. وبعدين قعد ينده عليها فكانت سرحانه، فقالت له انا هنا مش موجوع. كمل كلامه وقال لها لازم نروح للدكتور. قالت له مش هينفع نروح للدكتور، فداد هيلاقينا مش هينفع نروح. راح قال لها خلاص انا هتصرف. وبيخرج من عند عم عثمان وبنروح لفداد وهو بيدور في كل حته على نفس، وبيوصل عند مطعم عم داوود وبيشوف الملابس اللي كانت لابساها نفس وبيعرف ان هم كانوا هنا. وبيضرب صاحب المحل علشان خاطر يعرف مكان نفس فين. وواحد من رجاله فداد بيتصل بإيشن وبيقول لها ان هم بيضربوا في صاحب المحل جامد وخايف ان هو يموت. وإيشن قالت له خلاص انا جايه. قال لها الراجل ممكن ما يستحملش لحد ما انت تيجي. قالت له انا هحاول ان انا اجي دلوقتي. وبنروح لطاهر ان هو جاب نظر علشان خاطر تجبس ايد نفس وتعالجها واديتها مسكن. وطاهر بيقول لنظر يلا عشان خاطر اوصلك، وهو بيوصلها بيشكرها. ونظر ردت عليه وقالت له انا اعمل اي حاجه علشان خاطر سهر المستقبل. قال لها انت قصدك ايه؟ قالت له ليه هو انت ما تعرفش ان مامتك جت طلبت ايد مرجانه اختي ليه وفي نفس الوقت كانت بتسمعها نفس؟ ونظر بصت لها وبصت لطاهر وقالت له طاهر اسمعني، لو عندك اي نيه تانية بلغ مامتك وقول لها تنسى الموضوع. وطاهر اتضايق من اللي مامته عملته وقال دايما ماما بتتصرف من مزاجها من غير ما ترجع له. وبنروح لفداد بعد ما عرف مكان نفس من عم داوود بعد ما رفع في وشه المسدس. وفداد بيتهجم على بيت عم عثمان وبيفتشه بس ما بيلاقيش طاهر ولا نفس وبيتجن جنونه، على الاخص لما بيشوف رسمه رسمها غيط لنفس وطاهر وهو بينقذها. كان بيعمل لها تنفس اصطناعي ما عملش حاجه يعني. وفداد بيفضل يعذب في عم عثمان ويضرب فيه علشان خاطر يقول له على مكان طاهر فين، وعم عثمان رافض يتكلم نهائيا. ونروح لطاهر ونفس وخدها في بيت، بس انا بصراحه مش عارفه البيت بيت مين يعني. المهم
طاهر بيسأل نفس هو كان بيعذبه كتير. ردت عليه نفس وحكت له الموضوع من الاول، هي اتعرفت عليه ازاي، وقالت له ان هي كانت في المدرسه وباباها نسى التليفون بتاعه في البيت، فراحت توصله له، فشافها بداية هناك واعجب بيها وطلب من ابوها ان هو يجوزها له، بس نفس رفضت، فابوها خدها بالعافيه ودخلها البيت، وكانت رافضه فداد تماما. بس فداد فضل يعذب فيها لحد ما هي فقدت الوعي وضربها جامد جدا، وبعد كده تم الاعتداء عليها وهي فاقده الوعي. وانهارت جامد نفس وهي بتحكي لطاهر، وطلعت تجري في وسط الغابات وهي منهارة، وطلع يجري وراها طاهر واعتذر لها وقال لها اوعدك ان انا مش هخليكي تتوجعي تاني، وحضنها وشالها. بس احلي فداد وهو رافع المسدس في وش عمه عثمان وكان خلاص هيقتله، بس بتدخل ايشن وبتمنعه وبتقول له انا بكره هجيب لك مراتك وابنك لحد عندك، انا عمري في حياتي خيبت ظنك. وفي مشهد تاني وبنروح لايشن وهي بتهدد مصطفى وبتقول له ان انت عليك 2 مليون حق المراكب الجديده اللي انتوا استلمتوها، والمفروض ان انتوا تسدوها الشهر الجاي. اول دفعه دي انا المفروض ابعتها لك، يعني انت لو ما سلمتنيش نفس وهي انت اللي هتستحمل المشاكل اللي ممكن تقابلها. بس مصطفى ما بيستسلمش لتهديداتها وبيقول لها ما تتدخليش في شغل الرجال. قالت له انا جيت انصحك. لما بتمشي مصطفى بيبان عليه ان هو اتوتر، وبنروح لطاهر وهو بيلاعب غيث، بس نفس بتتضايق لانها بتكون شايفه ان هو ممكن يتعلق بيه وبعد كده ممكن يسيبه في اي وقت، وبتقول له ما تسمحش لابني ان هو يحبك ويتعلق بيه. فبيرد عليها طاهر ويقول لها انت رايك ان الموضوع متعلق بس بغيث؟ وهو مبتسم، وبترد عليه وهي مرتبكه وبتقول له اظن كلامي واضح، تحليلاتك كلها غلط. وبنروح لمصطفى وهو بيحاول يحل مشكله الشغل بعيد عن فداء، وبيروح لجميل، وجميل ده بيكون ابو مرجانه ونظر، وبيقول له انا ممكن اشاركك، بس بيكون موافق على الشراكه بنيه جواز طاهر من مرجانه. وبنروح لثانيه وهي رايحه تخطب ايد مرجانه بعد ما مصطفى طلب منها ان هي تروح تتقدم لها، علشان مصطفى فهم ان لو هو ما راحش طلب ايديها الشراكه ما بينه وما بين جميل هتنتهي. وبتكون ثانيه رايحه من غير علم طاهر، وفي نفس الوقت مصممه ان هي تروح علشان خاطر تبعد طاهر عن نفس. نروح لآسية ومصطفى وهم رايحين لعم عثمان علشان يخلوا عم عثمان يبعد عن طاهر، وكمان يقنع طاهر ان هو يسلم نفس لفداد. بس لما بيوصلوا بيكتشفوا ان عم عثمان مضروب جامد وفداد مش مخلي حته في جسمه سليمه، ومصطفى لما بيشوفه كده بيتعصب جامد وبيستحلف لفداد، وبيترجع عم عثمان علشان خاطر يعرف مكان طاهر قبل ما فداد يوصل له، علشان خاطر فداد لو وصل له قبل منه ممكن يأذيه او يموته. وبالفعل عم عثمان بيقول له على مكانه، ومصطفى بيروح لطاهر، بس بيظهر ان في واحد مراقبه من رجاله فداء. وآسية بتتصل بفاتح اخو طاهر وبتقول له اطلع على بيت الجبل علشان خاطر مصطفى رايح لطاهر وممكن تحصل مشكله. وبيوصل مصطفى وفي نفس الوقت بيوصل فداء والرجاله بتوعه وبيضربوا مصطفى بالرصاص، وفداد بيحاصر البيت ويفتشه وما بيلاقيش حد في البيت. وبعد كده بنعرف ان عم عثمان عطى مصطفى العنوان الغلط، وفداد كالعاده اتجن جنونه وطلع غيظه كله في الرجاله بتوعه وفضل يضرب فيهم. وبعد كده طلع لمصطفى وفضل يعذب فيه علشان خاطر يعرف مكان طاهر. ووصل فاتح ومراد ورجاله فداد مسكوهم برضه عادي مفيش مشكله وضربوهم، ومصطفى يعني ما كانش عارف يعمل حاجه، يقول لهم بعدوا عن اخواتي يا كلاب، انا هوريكم. ونروح لطاهر ونفس بعد ما خبطت عليه آسية هي وعم عثمان، وطاهر شاف عم عثمان وهو مضروب ووشه وارم، فعرف ان فداد هو اللي عمل فيه كده، فجن جنون طاهر وسحب البندقيه علشان خاطر يروح يضربه ويخلص عليه في سكته. بس حاولوا يوقفوه ما عرفوش يوقفوه، راحت نفس ماسكه بتاعه كده ما عرفهاش ايه هي وراحت ضرباه على دماغه ووقع من طوله، وآسية وعم عثمان اتصدموا. وفي مشهد تاني بعد ما بيفوق طاهر ويعرف ان هو اخد برشامتين منوم علشان خاطر ينام لحد الصبح، وفي نفس الوقت بيوصل فاتح وبيقول لهم ان فداد خطف مصطفى وهو مضروب بالرصاص، وكمل كلامه وقال ان انا مش هسلمكم مصطفى الا لما تسلموني نفس وطاهر عشان ادبه على خطف نفس. ونفس بتوجه كلامها لطاهر وبتقول له مفيش حل غير حل واحد، انك تسلمني لفداد، مفيش حل تاني. بس طاهر بيرفض، ونفس بتكون مستغربه بتقول له ده اخوك من لحمك ومن دمك، ما تضحيش باخوك عشان خاطري. بس نظره طاهر بتبان ان هو حب نفس. وبنروح لفداد وهو رابط مصطفى وبيعذب فيه، وبتجيله ايشن وبتزعق له على اللي هو بيعمله في مصطفى، وبيستغرب فداد ان هي عرفت مكانه، سألها انت عرفتي مكاني منين؟ فبيعرف ان في حد من الرجاله عنده بيبلغ ايشن بكل اللي بيحصل. وايشن بتطلع لمصطفى وبتشوف الجرح اللي في ايده وبتحاول ان هي توقف له الدم وتربطها له، وفي نفس الوقت بتحاول تقنع مصطفى ان فداد شخص كويس وبيحب مراته، بس هو بيعمل كده معاها علشان خاطر هي خانته كذا مره، ودي مش اول مره تهرب من البيت وهربت كتير مع رجاله ياما، وفداد شخص كويس ووقف جنبي كتير. وفي اللحظه دي بيبان من كلامها ان فداد عمل معاها معروف وهي بتحاول ترد جزء من المعروف دوت، وهي بتحبه اكتر من اخ ليها. وبنروح لطاهر وهو واخد نفس في المستشفى، وبيظهر ان هو كان مخطط ان هو يصطاد رجال فداد قبل ما هم يصطادوه، وفعلا بيعرف يوقع رجال فداد، وفي نفس الوقت يطمن على ايد نفس علشان خاطر كانت ايديها ورمه وضعها. ونروح لنفس وجات لها النظر وهي في المستشفى، قال يعني جايه تطمن عليها، وفي نفس الوقت تعرفها
ان ثانية مامة طاهر انها النهارده شافتها في السوق، كانت بتشتري المحابس بتاعة خطوبة طاهر ومرجانة، وفي نفس الوقت حددت معاها ميعاد ان هم جايين النهارده ويعملوا الخطوبة رسمي. وفي نفس اللحظة اتوترت نفسها، دخل طاهر وهم بيتكلموا، سمع الكلام واستغرب خالص من الكلام. وفي نفس الوقت آسية أكدت كلام نظر وقالت لها أيوة إحنا عندنا علم إن النهارده الخطوبة. وطاهر كان مستغرب من كلام آسية إن هم محددين الخطوبة وهو ما يعرفش أي حاجة. وفي مشهد تاني طاهر بيسأل آسية إيه موضوع الخطوبة، وردت عليه آسية إن جميل اشترط إن هو ما يسدش فلوس المناقصة إلا لما تتمم خطوبة مرجانة. وطاهر بيروح يشوف نفس وهي بتغير على إيديها، بس بيشوف طاهر نفس وهو عليه آثار ضرب وبيزيد غضبه أكتر من ناحية فيدال. وفي مشهد تاني بنشوف طاهر واخواته بيضربوا رجال فيدال وبيعرفوا مكان فيدال منهم، وطاهر بيجمع رجاله ويروح على مكان فيدال. وبعد لما بيوصلوا بيكتشفوا ان مصطفى مش موجود، بس بيعرفوا ان هو فخ وبيستمروا في ضرب الرصاص على بعض. بس طاهر واخواته بيخلص الرصاص ما بينهم وبيحاصرهم فيدال، وبيكون مقرر ان هو هيموت طاهر. وفي نفس الوقت بيكون في واحد ماسك مصطفى ورافع عليه المسدس وعنده اوامر ان هو يقتله، بس بيجي واحد تبع ايشن وبيخلص عليه. تظهر ايشن وبتتفق مع مصطفى على انه يقول ان هو خطفها وانه مش هيسيبها غير لما يسيب طاهر واخواته. وكمان ايشن كانت شرط عليه ان هو يسلمها نفس وهي. وبنروح لفيداد وهو رافع المسدس على طاهر، بس بيجي واحد تبع ايشن وبيقول لفيداد ان مصطفى خطف ايشن، وبيتجن جنون فيداد وبيضرب برضه الراجل عادي. وبيضطر فيداد ان هو يسيب طاهر واخواته. وفي مشهد تاني بنشوف مصطفى وايشن راكبين العربيه، وايشن بتتكلم في التليفون وبتعرف ان فيداد ساب طاهر واخواته. وساعتها مصطفى بيكون مستغرب ازاي فيداد ساب اخواته علشان خاطر ايشن، بس ردت عليه ايشن وقالت له فيداد مستعد يعمل اي حاجه علشان خاطري حتى لو كان هيقتل. مصطفى بص لها باستغراب، قال يعني هو قتل عشان خاطرك قبل كده؟ وسرحت ايشن في كلام مصطفى وافتكرت فيداد وهو بيقتل، وهنعرف من الاحداث مين اللي كان بيقتله. وايشن كملت كلامها وقالت له خد الصوره ديت علشان طاهر لو مرضاش يسيب نفس ده كان اخر واحد كانت فيداد معاه. في مشهد تاني ايشن رجعت لفيداد وكان شكله قلقان عليها جامد، واثناء ما هي بتطمنه على نفسها بيخبط الباب وبتكون الشرطه وبيقبضوا على فيداد. وساعتها ايشن بتتوقع ان مصطفى هو اللي بلغ الشرطه، وبنروح لمصطفى وهو عند عم داوود وبيبلغ ابنه انه هو عاوز يعرب نفس وغيت لروسيا وبيقول له جهزهم في اقرب وقت. وبنروح لطاهر ونفس وهي بتحكي له ان هي بلغت على فيداد وقبض عليه. كمل كلامها وبتقول له هي لما كانت في المستشفى والدكتور شاف اثار الضرب وكسر صوابعها كتب لها تقرير، وآسية اخدتها لبنت عمها اسماء المحاميه واسماء نفذت جميع الاجراءات وتم القبض عليه النهارده. واسماء قالت لي ان هو ممكن ياخد حكم كبير علشان هو بقاله 8 سنين بيعنف فيا بالضرب. بس طاهر استغرب من كلامها وقال لها يعني هو بقاله 8 سنين بيعنف فيكي، ليه ما حاولتيش طول السنين دي انك تشتكي عليه؟ وردت عليه نفس وقالت له علشان كان فداد مهددني اني انا لو رحت اشتكيت عليه هيموتني وابني هيعيش يتيم وخفت ان هو يأذيه، بس دلوقتي لو انا جرالي حاجه انت شخص كويس وممكن تحافظ عليه ومش هتخليه يتأذى. وبنروح لإيشن هي ومصطفى وهم بيقنعوا نفس ان هي تتنازل عن القضيه، بس نفس رفضت هي وطاهر بشده. وإيشن طلعت صوره بتجمع ما بين واحد ونفس وهو حاضنها ووريتها لطاهر وقالت له نفس اللي قصادك دي مش اكتر من امرأة صيادة رجال. وطاهر بص للصورة باستغراب وسأل نفس، وقبل ما تجاوب نفس اتدخلت ايشن في الكلام وهددت نفس بطريقة غير مباشرة ان طاهر هيحصل له نفس اللي حصل للراجل اللي موجود في الصورة. وطاهر كرر سؤاله تاني لنفس مين ده، واكدت نفس على كلام ايشن، واتصدم كل اللي موجودين وعلى الاخص طاهر. اما ايشن اتظاهر على ملامح وشها ان هي انتصرت، بس طاهر بيقول لمصطفى بحزن مش هسلمها هي وغيت لفداء. ورد عليه مصطفى ما تقلقش انا ههربها لروسيا. وكمل كلامه وقال له بالنسبه للشغل اللي باظ مع فداء هيكمله جميل وهنتمم الجواز ما بينك وما بين مرجانه. وبيرد عليه طاهر ان هو موافق على الجواز. في نفس الوقت بتفرح ثانيه فرحه الهبله. وفي مشهد تاني بتظهر عيله طاهر وهم بيتقدموا لمرجانه وتمموا الخطوبه، بس بيظهر على ملامح طاهر ان هو مش راضي نهائيا على الخطوبه. وفي مشهد تاني نفس بتزور فداء في السجن وبترفع عليه المسدس وبتقول له انا جايه اقتلك قبل ما تقتل طاهر. وفداء بيرد عليها وبيقول لها اوعدك ان انا مش هاجي جنبه ولا هقرب منه. وبتفكره بوعده ليها لما وعدها ان هو مش هيقتل اخوها. وبيظهر اللي كان موجود في الصوره هو اخوها وان هو هربها وقعدها في فندق، بس فداد عرف مكانها وبعت ايشن تاخدها. وايشن قالت لها لو انت ما جيتيش معايا فداد هيقتل اخوكي. ونفس بتنزل تنقذ اخوها، بس فداد بيقتل اخو نفس قصادها وبتنهار نفس، بس فداد بيقول لها ما تقلقيش مع الوقت هتنسي. وبتكمل كلامها بعد ما فكرته باللي عمله في اخوها وبتقول له انت لازم تموت علشان طاهر يعيش، وكمان ما كفاكمش كل اللي انتوا عملتوه فيا، كمان خليته ان انا واخويا بيني وبينه علاقه ده. وايشن عارفين كويس ان انا مش هعرف ادافع عن نفسي عشان خاطر احمي طاهر، وبتكون خلاص هتقتله، بس بيظهر طاهر بعد ما سمع كلامها وبياخد منها المسدس. ومن الاحداث بنعرف ان ابن عم داوود هو اللي شافها وبلغ طاهر، بس الشرطي بيشوفها وبيكون عايز يقبض عليها، بس بيكلمه طاهر وبيتحايل عليه
وبيقتنع الشرطي بس بيقول لها مش عايز اشوفك هنا تاني. وطاهر بيكلمها هما في الطريق وبيقول لها انت كنت بتعملي كده علشان خاطر وما عملتيش حساب ابنك هتسيبيه لمين؟ عامله حسابك انك هتسيبهولي؟ لا انا خلاص انا راجل خاطب وارتبطت وماليش دعوه بيكي تاني، وانا لما كنت بعمل كده معاكي كنت بعملها انسانيه مني مش اكتر. وغير كده انت عايزه تقتلي في داد ليه؟ ما انت كده خلاص هتسافري وهتتعرفي على ناس براحتك وهيكون عندك مساحه من الشباب كتير هتتعرفي عليهم، وانا ما عنديش استعداد اضحي بنفسي زي ما حبيبك الاولاني ضحى بنفسه عشان خاطره. كلامه بيكون قاسي على نفس وبتضربه بالقلم وبتقول له ما تجيبش سيره الشخص ده تاني على لسانك لانك ما تعرفش اي حاجه، وبيبص لها باستغراب وفضول وبيقول لها انا ما اعرفش ايه وبتسيبه وتمشي. وفي مشهد تاني بنروح لمصطفى وطاهر وهم بيتكلموا مع نفس، ومصطفى بيقول لها هتعملي توكيل لاسماء المحاميه علشان تسحب الشكوى لما انت تسافري ونخرج فداد، علشان انا وعدت ايشن ان انا اخرج فداد، واظن ان طاهر وعدك وعد ان هو يحميكي ونفذه، ودلوقتي الدور عليكي. انا وعدت ايشن ان انا اخرج فداد وانت هتنفذي، بس نفس ما بتكونش موافقه ومصطفى بيكون مصر على كلامه. وبيكمل كلامه وبيقول لها انت لما هتسافري احنا هنتنازل عن القضيه، يعني هيكون الموضوع بعيد عنك وانا هديكي فلوس كتير تحميكي وما تكونيش محتاجه لحد. بس هي بتقول له انا مش عايزه فلوس وانا هدبر حالي، بس طاهر بيتدخل في الكلام وبيقول لها خدي الفلوس وسافري واطلعي بره حياتنا. بس ساعتها هي بتتعصب من كلامه وبتشده بره الاوضه وبتطلعه بره وهي متعصبه وبتعيط. واثناء ما نفس وطاهر بيجهزوا الورق للسفر بيظهر ان في حد بيراقبهم من رجاله فداد، وفي عربيه بتلفت نظر طاهر بس طاهر ما بيحطش في دماغه. وبنروح لمشهد تاني وغيث بيلعب مع بلم بنت اسيه، واثناء ما هم بيلعبوا بلم بتشوف صورة واقعة في الأرض وبتسأل غيت ده بابا، ورد عليها غيت وقال لها لأ ده خاله مات وأنا صغير. وفي نفس الوقت سمعتهم أسية ومسكت إيد نفس ودخلتها الأوضة معاها. انت ليه قلتي إن ده حبيبك مش أخوكي؟ ونفس حاولت تتهرب بس أسية ما سمحت لهاش وقالت لها لو انت ما قلتليش على الحقيقة دلوقتي أنا هروح أقول لطاهر على كل حاجة. ونفس سكتتها بالعافية وقالت لها هحكي لك كل حاجة بس وعديني ما تحكيش حاجة لطاهر. وقالت لها ان فداد قتل اخويا وبعت لي مع ايشن ان هو كمان هيقتل طاهر، وانا خفت ان هو يقتل طاهر فاضطريت اسكت. وكملت كلامها وحلفت اسيه ان هي ما تحكيش اي حاجه عشان ما تشيلش ذنب طاهر ويكون في رقبته. واسيه بصت لها بحزن وقالت لها ازاي قدرتي تعيشي مع الراجل اللي قتل اخوه؟ وانهارت نفس في العياط في حضن اسيه. وفي مشهد تاني بنشوف مصطفى وهو قاعد مع جميل وبيتكلموا على فلوس المناقصه والشراكه، بس جميل بيقول له انا مش هخش معاك في شراكه ولا اي حاجه بتخص الشغل غير لما كتب كتاب يتم. وساعتها مصطفى بيتنرفز عليه وبيقول له انا نفذت وعدي معاك، المفروض ادفع فلوس المناقصه. وجميل بيرد عليه بيقول له انا عارف ان انت قد كلمتك بس المشكله في طاهر اخوك ملهوش اي كلمه ومعروف في البلد ان هو بنص عقل، ولما كتب الكتاب يتم السفن والشحن وكل حاجه هتكون ليك. وبيقوم يقف وبيقول له اللي عندي قلته وقد ما انت استعجلت في كتب الكتاب الفلوس هتكون عندك اسرع. ومصطفى بيقول انا دايما ربنا كرمني بالمجانين. وبتخش عليه اسيه وبتقول له انا عايزه اقطم في زماره ايشن. فبيقول لها ليه كده انت ليه حاطه الست في دماغك؟ فبتقول له علشان خاطر هي ست كذابه وافترت على نفس وحكيت له على نفس قالته لها، وان نفس حلفتها ان هي ما تقولش لطاهر، وانا جايه لك علشان خاطر اخد فلوس علشان خاطر اتصدق واطعم المساكين واخلص من اليمين اللي حلفته النفس. واتصل بطاهر واحكي له. بس مصطفى بعد ما بيقعد شويه يشتم في فداد بيقول لها نفس عندها حق، احنا كده ممكن نخسر طاهر وممكن نقوم الصبح ونلاقي جثه طاهر على الباب. وبيقنع آسية إن هي ما تحكيش. وبنروح لطاهر ونفس وهم في طريقهم للسفر، بس طاهر بيشوف نفس العربية اللي كان شايفها قبل كده في الطريق وبيبتدي يقلق ويتوتر. وفي نفس الوقت بيتصل بيه مصطفى عشان يطمن عليه وبيعرف من طاهر إن هم خلاص عدوا الحدود. وبعد ما مصطفى بيطمن بيتصل بأسماء المحامية وبيبلغها تتنازل عن الشكوى وتخرج فداد. وفي مشهد تاني بيظهر مصطفى هو واخواته وهم بيخطفوا ايشن، وبيظهر ان مصطفى في دماغه خطة. ونروح لطاهر مرة تانية وهو قاعد مع نفس وبرضه بيسمعها كلام عن حبيبها اللي ضحى بنفسه عشان خاطرها، وهي بتضطر تسمع كلامه وما تردش عليه. وفي نفس اللحظة بتظهر العربية اللي هي مراقباهم، وطاهر بيطلب من نفس ان هي تروح تقعد جنب الشرطة وهو رايح مشوار على السريع وجاي. وطاهر وادريس بيركبوا عربية رجالة فداد، وواحد من رجالة فداد بيقول له كنا مستنيينكم من بدري عشان نقتلوه، وبيرفعوا المسدسات وبيضربوه بس بيكتشفوا ان المسدسات فاضية. وبكده بيكون خلص الجزء التاني، وإن شاء الله في الجزء الثالث هنعرف المسدسات فضيت إزاي وطاهر إزاي هيتخلص من رجال